أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 74 من الكرة مع العمدة، وسادس حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. فات أكتر من أسبوع على مباراة الأهلي والداخلية في الدوري العام، واللي شهدت تجاوز جماهير الأهلي في حق مدينة مصرية، مدينة دفعت ببسالة عن أرض مصر، وهي محافظة بورسعيد اللي ما كانتش طرف أساسا في المباراة، ومع ذلك نالت هتافات مسيئة من جانب جماهير الأهلي. انتظرنا توقيع عقوبات على النادي الأهلي وجماهيره، لكن ما حصلش أي حاجة، وما شفناش أي قرارات من جانب رابطة الأندية اللي كانت دايما لما بيحصل أي تجاوزات من أي جماهير أو مدرب بنلاقي على طول فرمان بالعقوبات، مش تجاهل غريب زي اللي شفناه بعد ماتش الأهلي والداخلية، على الرغم من إن نواب بورسعيد قدموا مذكرتين، واحدة لوزير الشباب والرياضة والتانية لرئيس رابطة الأندية، ولكن ما شفناش أي نتيجة. والغريب في الحكاية إن السادة نواب بورسعيد ما أعلنوش عن نتيجة المذكرتين اللي قدموهم لوزير الشباب والرياضة ورئيس رابطة الأندية. ما هو مش معقول إن وزير الشباب والرياضة تجاهل نواب بورسعيد، وإلا يبقى إيه الفرق بينهم وبين أي مواطن عادي؟ ما هو المواطن العادي اللي زي حالتنا صعب يوصل لوزير الشباب والرياضة، وحتى لو وصل له مش مضمون إنه يوصل لنتيجة معاه. لكن السادة النواب المفروض ليهم وضع تاني وليهم صوت قوي، ليهم تواجد مؤثر. عشان كده أرجو من السادة نواب محافظة بورسعيد إصدار بيان رسمي يوضحوا من خلاله ما توصلوا إليه مع وزير الشباب والرياضة ورئيس رابطة الأندية، عشان عيب قوي التجاهل ده في موضوع أخلاقي ووطني لازم يكون فيه عقاب ولا يمر مرور الكرام. في ختام حلقتنا أحب أشكر كل المشاهدين والمتابعين على ثقتهم فينا واهتمامهم بالمادة اللي بنقدمها، واللي بنتمنى دايما إنها تحظى بإعجابكم. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.